بالك انك عشت كتير، وكل مرة تفتكر انك خلاص فهمت واستوعبت الدرس، تلاقي نفسك كأن الذاكرة اتمسحت وتمر بنفس الموقف كأنه جديد وأول مرة، كأن عمرك ما اتعلمت حاجة. الحقيقة ان الدنيا مش مدرسة بتديك شهادة بعد ما تخلص المنهج. الدنيا معمل تجارب، كل ما تفتكر انك بقيت فاهم تغير القوانين وتديك امتحان جديد. وده سر من أسرار الحياة، إنك عمرك ما هتوصل لمرحلة تقول فيها أنا كده خلاص فهمت وتعلمت كل حاجة. عشان كده هتفضل طول عمرك صغير قدام الحياة، وكل اللي تقدر تتعلمه فيها هي مجرد مقومات عشان تقدر تتعامل معاها. زيك زي السباح مهما كان عالمي عمره ما هيقدر على البحر، ما بالك بقى ان البحر ده اصلا جزء من الحياة. فما تتهورش، لكن شغل عقلك واستغل المقومات اللي عندك وحارب بيها. لكن اعمل حسابك انك مهما حاربت وانتصرت هتلاقي دايما في حاجة ناقصة، دايما في حاجة لسه ما اتشافتش، ودايما في درس بيتخبى وراك لحد ما تيجي اللحظة اللي يكشف لك عن نفسه ويفكرك انك مهما كبرت لسه بتتعلم. وكل مرة تقول خلاص انا فهمت اللعبة، اتعلمت الدرس، تلاقي نفسك راجع تاني كأنك اول مرة تقع. هو ايه السر؟ هو ليه كل ما نفتكر اننا كبرنا في العقل نكتشف اننا لسه في اول الطريق؟ الحياة مش كتاب فيه اخر صفحة، الحياة مش معادلة ولا حل وحيد، الحياة زي ما قلنا بحر، كل ما تفتكر انك وصلت للشط تكتشف انه جزيرة ومضطر تغوص تاني عشان تكمل. وكل موجة درس، وكل لحظة بتغرق فيها وتنجو منها وراها سر وحكمة لازم تفهمها. يمكن ربنا خلق الدنيا بالشكل ده عشان يفضل الإنسان في حالة سعي مش في حالة غرور، لأن اللحظة اللي تقول فيها أنا خلاص فهمت هي نفس اللحظة اللي تهيأ لك إنك فهمت. وإنت فهمت فعلا، بس فهمت لحظة واحدة من الحياة. الأمثلة لا تعد ولا تحصى. واحد اتلسع من علاقة وقال مستحيل أكرر نفس الغلطة، وبعد شهور لقى نفسه في نفس الفخ بس بوجه مختلف. تاجر خسر في صفقة وقال اتعلمت مش هعيدها، وبعد سنة دخل لعبة أكبر وخسر أضعاف. حتى الفلاسفة الكبار كل واحد فيهم في آخر حياته اعترف إنه كان فاكر إنه فاهم، لكن اكتشف إن اللي عارفه نقطة بحر. ولو مش مقتنع، سيدنا موسى والخضر، قصة القرآن اللي بتقول لك مهما كنت نبي وكليم الله في علم لسه غايب عنك محتاج تتواضع عشان تتعلمه. الحياة مش جاية تعلمك درس واحد وتسيبك، لا، هي بتكرر الدروس بوشوش مختلفة وانت تفتكر ان ده موقف جديد. ومش معنى انك وقعت تاني انك فاشل، لان معناها انك لسه طالب في مدرسة الحياة وهتفضل طالب. بس في طالب متفوق وطالب غير متفوق، طالب بيتعلم بسرعة وطالب بيتعلم بالبطيء. وكل سقطة بتكسر غرورك وتفتح لك باب فهم جديد. الحياة عايزاك تفضل تتعلم، تفضل تسعى، تفضل تدور لحد آخر نفس. وأحب أطمنك وأقول لك اعرف إنك مش لوحدك، كلنا فاكرين إننا فهمنا وكلنا لسه بنتعلم. الفرق الوحيد إن في ناس بتتعلم من السقطة وناس بتدفن نفسها جواها. فلو حسيت إنك رجعت لنقطة الصفر ما تزعلش، دي مش نهاية، دي بداية جولة جديدة من رحلة التعلم. وصدقني طول ما انت عايش لسه في دروس مستنياك. وهو ده المعنى الحقيقي انك تقول انا عشت كتير ولسه بتعلم. لكن خد بالك، التعلم مش معناه انك تحفظ دروس زي الكتب ولا تجمع شهادات على الحيطة. التعلم الحقيقي انك تعيش، تغلط، تقوم وتفهم، انك تبص للي حصل لك وتقول انا مش نفس الشخص اللي كنت عليه من سنة. يمكن تفتكر انك اتأخرت او انك ضيعت عمرك، لكن الحقيقة ان كل لحظة عدت حتى لو كانت وجع كانت جزء من تكوينك. مفيش حاجة راحت هدر، كل لحظة سايبالك بصمة جواك. الحياة
مش سباق مين يخلص الأول. الحياة رحلة، واللي فاهم الرحلة دي بيستمتع بيها حتى لو الطريق صعب. زي اللي ماشي في متاهة، كل ما يفتكر انه وصل للنهاية يلاقي باب جديد مفتوح وممر غامض مستنيه. ويمكن ده السبب اننا ساعات نحس اننا رجعنا لنقطة الصفر، لكن الحقيقة انت مرجعتش، انت طلعت مستوى جديد. انت رجعت تشوف نفس الدرس من زاوية اعمق، وده اصعب من المرة الاولى. وخليني اقول لك، حتى الانبياء والرسل مروا بدروس متكررة. سيدنا يوسف اتعلم الصبر وهو في البير، وتعلم الصبر تاني وهو في السجن، وتعلم الصبر تالت وهو على الكرسي. نفس الكلمة الصبر، بس كل مرة بشكل أعمق وبحكمة أكبر. وانت كمان هتلاقي نفسك بتتعلم نفس الكلمة بأشكال مختلفة. مرة تتعلم الثقة في موقف خيانة، ومرة تتعلم القوة من لحظة ضعف، مرة تتعلم الرضا من حاجة كنت فاكرها نقمة وطلعت نعمة. الحياة مش بتقيمك باللي حفظته، الحياة بتقيمك باللي عشته، باللي قدرت تفهمه من الألم، وباللي قدرت تبنيه من الهدم. فاوعى تفتكر انك فاشل لمجرد انك كررت نفس الغلطة. الغلط مش العيب، العيب انك ما تقفش وتفكر ايه الجديد اللي كان لازم اتعلمه المرة دي. عارف، في النهاية كلنا تلاميذ، بس الفرق ان في واحد بيتعامل مع الحياة كأنها عدو بيكسره، وفي واحد بيتعامل معاها كأنها معلم بيشكله. وصدقني كل سقطة هي سلم للي بعدها، وكل دمعة بتغسل عينك عشان تشوف أوضح، وكل خسارة بتفكرك إنك مش مالك، إنت مجرد عابر. عشان كده لما تيجي تبص ورا ما تقولش أنا ضيعت وقت، قول أنا دفعت تمن خبرة والدرس جالي. ولما تيجي اللحظة الأخيرة في حياتك مش هتفتكر قد إيه غلط، هتفتكر قد إيه اتعلمت من الغلط. واللي فاكر إن الغلط عيب ما يعرفش إن الغلط هو باب الفهم. الطفل لو ما وقعش وهو بيتعلم يمشي عمره ما هيتعلم يقف. الطيار لو ما عملش مئات التدريبات ويغلط في محاكاة الطيران عمره ما هيعرف يسوق طيارة حقيقية. والإنسان لو ما دخلش المعارك الصغيرة وخسر عمره ما يعرف يكسب معركة حياته. يمكن تسأل نفسك، هو أنا لحد إمتى هفضل أتعلم؟ هو مش المفروض في لحظة معينة أبقى جاهز؟ الإجابة لا، أنت عمرك ما هتبقى جاهز 100%. الحياة عاملة زي ما قلنا قبل كده زي البحر، عمرك ما هتقول البحر خلص، هو ملوش نهاية. زي ما دروس الحياة ملهاش نهاية. ويمكن السر مش إنك تخلص الدروس، السر إنك تتقبل الدروس. اللي يهرب من دروسه يفضل يعيدها ويعيدها لحد ما يتعلم غصب عنه، واللي يواجهها يمكن يتعب بدري بس يتفتح له باب فهم يخليه أهدى وأقوى من جوه. شوف سيدنا أيوب عليه السلام، قصة صبره مش مجرد مرض، دي رحلة فهم. كان ممكن ربنا يشفيه من أول يوم، لكن الحكمة إن الصبر نفسه بيتحول لدرس للبشرية كلها. فلو هو نبي واتحط في امتحانات متكررة، انت ليه مستغرب انك بتتكرر في نفس الاختبارات؟ وبص على الناس حواليك، في واحد يخسر فلوس ينهار يقفل على نفسه ويفضل يحكي انا كان عندي، وفي واحد يخسر نفس الخسارة ويقول انا لسه في اول الطريق، اتعلمت اللي غيري لسه هيتعلمه بكرة. الفرق مش في المصيبة، الفرق في رد الفعل. الحياة مش بتديلك ورقة امتحان عليها سؤال واحد، الحياة بتديلك امتحانات مختلفة، وكل مرة الورقة بتتغير. مرة السؤال عن الفلوس، مرة السؤال عن الصحة، مرة السؤال عن العلاقات، مرة السؤال عن الإيمان. وإجابتك مش هتكون بحفظ نظري، هتكون بتجربة، وكل تجربة بتسيب أثر جواك. ممكن يبقى جرح وممكن يبقى ندبة، بس الأكيد إنه مش بيضيع. كل جرح هو علامة بيقولك أنا عديت من هنا واتعلمت. وعشان كده لما تحس انك رجعت لنقطة البداية خد بالك، دي مش نفس البداية اللي فاتت. انت مشيت مشوار اتغيرت من جواك. حتى لو رجعت لنفس المكان انت راجع بخبرة اكبر. يعني باختصار، البداية المرة دي غير البداية اللي فاتت. زي اللاعب اللي بيخسر ماتش، هل بيرجع مبتدئ؟ لا، هو لسه خسران لكن بخبرة اكتر وعارف فين غلط. واللي بيفضل يحاول هو اللي في الآخر بيكسب. وعشان كده بقول لك، الحياة مش جاية تكسرنا، الحياة جاية تشكلنا، تربينا،
وتعلمنا وتطلع اللي جوانا. ولو ما كانش فيه وجع ما كانش هيبقى فيه وعي، ولو ما كانش فيه خسارة ما كانش هيبقى فيه قيمة للنصر. اوعى تبص على نفسك وتقول انا مش هقدر عشان وقعت تاني. انت هتقدر، انت انسان، والانسان اتخلق عشان يتعلم مش عشان يكون كامل. الكمال لله وحده، وعشان كده كل سقطة مش نهاية، وكل سقطة بداية، وكل دمعة مش ضعف، دي اعلان ان لسه قلبك عايش ولسه بيتعلم. افتكر دايما اللي بيضحك وهو في قمة وجعه ده انسان فهم الدرس. اللي يقوم من اقوى ضربة ده مش بطل خارق، ده واحد اتعلم. اللي يبص للسما ويقول الحمد لله بعد الخسارة ده مش مجنون، ده واعي اكتر من اي حد تاني. وفي الاخر لما تعيش كتير وتفتكر انك شفت كل حاجة خلاص، وتلاقي نفسك بتقول انا لسه بتعلم، اعرف انك على الصح، اعرف انك ماشي في السكة اللي ربنا عايزك تمشيها. عشان ما اطولش عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.